السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. بصوا بقى، انا جبت هنا بطاطس وطماطم وفلفل وخضرة. فانا ايه، بحط الخضار في التلاجة. يعني البطاطس انا بحطها في التلاجة، ما مش بحطها بره. بحط تحتها بقى ايه، تحطي ورق مناديل المطبخ او بحط ورق كراسات. لو ما عنديش يعني مناديل مطبخ بحط ورق الكورسات بتاع العيله عادي. بس ايه يعني مثلا هتحط مثلا طماطم، تحط كده ايه واحده جنب بعض، يعني مش فوق بعض، يعني مش املى البتاع على بعضها ويبوظ، لا. يعني بحط المناديل او ورق الكراسات عادي، اي ورق، واحط الخضار جنب بعضه. بيقعد يعني فتره في التلاجة وما يبوظ. هنا برضو الفلفل عملت معاه نفس الحكاية، حطيت مناديل المطبخ وحطيت الفلفل. والخضرة برضو نفس الحكاية، بس الخضرة بقى مش بتقعد كتير زي الخضار يعني. الخضرة على طول يعني بتبوظ، يعني يستحب يومين تلاتة كده بالكتير. هنا بقى كنت انا جبت مكرونة، جبت كيسين مكرونة وبرطمان مربى، وادي كيس تاني بتاع اللي هو اقلام، ودي علبة جبنة، وادي جبنة تانية، وجبت بقى المسحوق. طبعا جبت اوكس عشان المقاطعة. وانا اصلا يعني من المرة اللي فاتت وانا مبقتش اجيب القرد بصراحة، انا كنت بجيبه الاول على طول، بس طبعا ان شاء الله مش هجيبه تاني ابدا. ده كان 9 كيلو، كان ب400 جنيه. وهنا بقى انا عملت لهم صينية سمك ورصان، دي سمك تونة. قطعته كده وعملته بفلفل وطماطم وحطيته في الفرن.